السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مس داليا وفيديو جديد للصف الخامس الابتدائي مادة اللغة العربية. النهاردة هنحل أسئلة كتاب الأضواء على القواعد النحوية المفعول به. عندنا هنا حدد الفاعل والفاعل والمفعول به. نال الطفل الجائزة، نال دي الفعل، الطفل الفاعل، الجائزة المفعول. قابل محمد الأصدقاء، قابل ده الفعل، محمد فاعل، الأصدقاء مفعول. صنع النجار المكتب، صنع الفعل، النجار الفاعل، المكتب مفعول. مارس الأولاد الأنشطة، مارس الفعل، الأولاد الفاعل، الأنشطة المفعول. تمام. بعد كده ندخل على أنشطة الأضواء. عندنا نشاط واحد، حدد المفعول به واكتبه. يحب الأطفال القراءة، كلمة القراءة هنا المفعول به نكتبها هنا. تمام. صمم المهندس المصنع، المصنع طبعا دي المفعول به. زار السياح الآثار، الآثار دي المفعول به. ساعد الأولاد الفقير، الفقير ده المفعول به. زين التلاميذ الفصول، الفصول طبعا دي المفعول به. زرع الفلاحون الأرض، الأرض هي المفعول به. اختر الإجابة الصحيحة. عندنا الرياضة تقوي الجسم، الجسم هنا مفعول به. نقل المذياع الأخبار، كلمة الأخبار مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كافأ المعلم التلميذ، التلميذ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. بعد كده عندنا كرمت الدولة الأطباء، كلمة الأطباء هنا تعرب طبعا مفعول به. قرأ أحمد نقط مفيدة، هتبقى كتبا مفيدة. أرسل الله الأنبياء. بعد كده عندنا أكمل الجمل بمفعول به واضبطه. تقدر مصر نقط الأذكياء، هنقول مثلا العلماء ونحط على الهمزة فتح. اشترى التلميذ نقط ممتعة، هتبقى قصة ممتعة ونحط فتحة. بعد كده شرح المعلم الدرس، نحط فتحة على السين. رسم الطفل اللوحة، برضو نحط فتحة على التاء المربوطة. صوب ما تحته خط. قرأ الرجل الجريدة، الجريدة نحط بس فتحة على التاء المربوطة بدل الضم. اشترى الأولاد كتبا، نحط فتحتين بدل الضمتين على الباء. دخل التلاميذ الفصل، طبعا نحط فتحة على اللام بدل من الكسرة. نقل المذياع الأخبار، طبعا فتحة على الراء مش ضمة. شرب الطفل العصير، هنحط فتحة برضو على الراء مش كسرة. نشاط 5، اجعل الكلمات مفعول به في جمل من تعبيرك. عندنا الأهرام، هنقول يشاهد السائح، يشاهد السائح الأهرام. القصة قرأ محمد القصة. الحدائق زارت الأسرة الحدائق. بعد كده الشجرة تسلق القرد الشجرة. بعد كده نشاط 6، عبر عن كل صورة بجملة فعلية واضبط المفعول به. هنا مثلا نقول يحل الولد الواجب، فهنحط فتحة على الباء. بعد كده هنا هنقول يرمي اللاعب الكرة في السلة. الكرة هنا هنحط فتحة على التاء المربوطة. هنا مثلا هنقول يجري العالم التجارب، وهتبقى فتحة على الباء. بعد كده نشاط 7، الراحمون يرحمهم الرحمن، فالرحمة ثمرة في بستان الإيمان. يتصف بها كل مؤمن، فكن رحيما ولا تظلم الضعفاء لأننا نحتاج إلى التراحم والتعاون. أجب عما يلي. كلمة الضعفاء تعرب طبعا مفعول به منصوب، مفعول به منصوب بالفتح. بعد كده علامة إعراب كلمة الراحمون، طبعا العلامة اللي هي الواو. استخرج فعل وبين نوعه، اللي هي كلمة يرحمهم، النوع بتاعه ده مضارع.
حرف وبين نوعه. مثلا هنقول إلى، ده نوعه حرف جر. جمع تكسير اللي هي كلمة الضعفاء. تمام. أجب أمسك نقط اللصوص، هنقول الشرطي، الشرطيان، عشان هو عايزها فاعل مثنى. بعد كده يذهب الفلاح إلى الحقل، عايزين ظرف زمان، هنقول صباح. بعد كده اختبر نفسك. السؤال الأول: تنظيم الوقت هو عملية تنظيم وتخطيط لمقدار الوقت اللازم لإنجاز أنشطة معينة بأعلى كفاءة ممكنة، وتتمثل فوائده في الحصول على سمعة مهنية أفضل، والتقليل من ضغط العمل، وزيادة فرص النجاح، وتحقيق الأهداف سواء على المستوى الشخصي أو المهني. وبالمقابل فإن الفشل في تنظيم الوقت يمكن أن يتسبب في وجود المزيد من المجهودات المبذولة وغير الفعالة، وضعف الجودة، وزيادة معدل التوتر، والتأخر عن المواعيد النهائية للمهام. اختر الإجابة الصحيحة. معنى فوائد: منافع، مضاد أعلى، أقل، جمع عملية، عمليات. ضع علامة صح وغلط. يهدف تنظيم الوقت إلى إنجاز الأنشطة بأعلى كفاءة ممكنة، صح. يتسبب تنظيم الوقت في زيادة ضغط العمل، غلط. فيما تتمثل فوائد تنظيم الوقت، قلنا في الحصول على سمعة مهنية أفضل، والتقليل من ضغط العمل، وزيادة فرص النجاح، وتحقيق الأهداف سواء على المستوى الشخصي أو المهني. ما النتيجة المترتبة على الفشل في تنظيم الوقت؟ قلنا بيتسبب في وجود المزيد من المجهودات المبذولة وغير الفعالة، وضعف الجودة، وزيادة معدل التوتر، والتأخر عن المواعيد النهائية للمهام. بعد كده عندنا السؤال الثاني: حصد الفلاح المحصول. شاهدت الجماهير المباراة. كلمة المباراة عندنا هنا مفعول به. قرأ أحمد القصة. القصة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كرم المدير التلاميذ. كلمة التلاميذ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. بعد كده أجب بما هو مطلوب. زرع الأولاد، عايزين مفعول به، هنقول شجرة ونحط فتحة على تاء المربوطة. شرح المعلم الدرس. صوب الخطأ. الدرس هنا هنحط فتحة على السين مش ضمة. بعد كده هنا صوب الخطأ الإملائي. أكلت التفاح فالبرتقال. فالبرتقال في هنا ألف بتاعت في الأول. تمام. أذهب للريف للاستمتاع. لا استمتع بالهدوء. بالهدوء هنا عندنا هتبقى واو، بعد كده همزة على السطر. تمام. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة، وانتظروني في فيديوهات تانية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.